السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم نهار جديد وفيديو جديد كما شفتوا معنا. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا عصير ديال الليمون اللي كان مصبر، اللي غادي نصايبوا به ان شاء الله العواصر ديال رمضان. فانا صايبته غير بمندالين وخديته رخيص كما كتشوفوا معنا، كيجي غزال وكيجي عاقد، والقليل منه كنديرو في الماء وكيعطيني عصير ليمون اللي هو صحي كما كتشوفوا. وبطبيعه الحال بالنسبه للقشره ديالو فانا ما كنضيعهاش كما كتشوفوا معايا، فراه خديتها درتها في الفران وخليتها حتى كرمات معايا. فهاد القشره ديال الليمون غادي نديرو بها دوك لي ساشي اللي كيتباعوا، لما اظن وقيلا اسميتهم سي بون، كانوا كيتباعوا لينا كيتباعوا فيهم لو سكر، غير كنجيبوهم كنخلطوهم في الماء وكنخرجوا منهم العصير، يعني حتى شي حاجه ما غتضيع. فخليكم معنا، خليكم مع هذا لا فيديو غادي نتبعوه من الاول حتى الاخر. كما شفتوا البنات عندي هنايا تقريبا 3 كيلو ديال المندالين اللي شديته وغسلته مزيان، حيت ليه القشره ديالو ودرتو مع درتو في الفران، درتو في اللاطا ودرتو في الفران باش يكرم ليا. كنخليه في الفران كينشف حتى ما كيبقاش فيه حس الماء وكيكرم. بالنسبه للليمون اللي بقى ليا فدرتو في سوبيرا، وبطبيعه الحال زدت عليه السنيده وخليته ليله كامله. بهذيك الليله لغد ليه الصباح خديته وبديت كنطحن فيه في المولينكس، طحناه ومن بعد خديناه وصفيناه. غادي نصفيوه في الصفايه صافي، غادي نبقاو نصفيوه بشويه حتى غنزلوا ديك العصاره ديال الليمون وغادي نديروها في سوبيرات وغنديروهم في الثلاجه. فهذا احتفظنا به اللي غادي نخدموا به العواصر الرمضانيه. اما بالنسبه للقشر كما شفتوا معايا بعد ما نشف، ولو انه كيبان لكم بحال هكايا راه ولا برونزي، ولكن راه مزيان وكيجي زوين وفي المذاق كيجي رائع وريحته غزاله. فكذلك بعد ما نشف ليا شديتو درتو في لاماشين، يعني في الماكينه، وطحنته مزيان. وبطبيعه الحال اللي غادي نشدو ونزيد عليه، غنزيد عليه السكر وغنزيد عليه النكهه ديال الليمون. فمن بعد ما غادي نشدو غادي نطحنو مزيان، غادي نغربلو وغادي نزيد عليه القياس ديالي ديال السكر وغادي نزيد عليه نكهه الليمون وغادي نميلونجيه مزيان يعني بيديه. غادي نخلطو مزيان وغادي نديروه في قرعه، وصراحه كيجي غزال في المذاق وريحته بقات ليا في الدار كامله، ريحته غزاله، كيجي لذيذ وكيجي رائع. المهم غادي نخليكم مع لا فيديو البنات. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسوناش من لي لايك، واللي ما مابونيش يتابونا. نحبكم في الله، شكرا على المتابعه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.